دايما لما بتسمع عن الحروب بتسمع ان هي امتدت لشهور او لسنين، زي الحرب العالميه الاولى او الثانيه او حرب ال100 عام. ده حتى حرب ال100 عام فضلت 116 سنه مش 100 بس. من بين الحروب دي في حرب ما كملتش، خدت 35 دقيقه، ساعه الا ربع. ايه القصه دي وفين الحرب دي وايه المده دي؟ خليني احكي لك. وده حصل في 27 اغسطس سنه 1896 بين بريطانيا وزنجبار. زنجبار وقتها كانت جزيره صغيره على سواحل شرق افريقيا، وكانت تحت النفوذ البريطاني. السلطنه في زنجبار كانت بتحكمها بريطانيا بشكل غير مباشر، يعني اي سلطان لازم يتولى الحكم بتكون بريطانيا هي اللي معيناه او على الاقل موافقه عليه، يبقوا مطمنين ان الراجل بتاعهم موجود. المشكله بدات قبل الحرب بيومين، يعني في 25 اغسطس سنه 1896 لما كان السلطان عبد الحميد بن ثويني المؤيد لبريطانيا مات فجاه. وهنا ظهر ابن عمه خالد بن برغش وقال لهم انا السلطان الجديد. البريطانيين قالوا له يا معلم مش مزاجك، لازم احنا نوافق الاول. لا خلاص انا عينت نفسي وحطيت لنفسي مرتب مبسوط بيه، في تحدي منه مباشر لبريطانيا، واللي عنده حاجه يجي لي في القصر. بس هو رفض كل الكلام ده ودخل القصر ومعاه حراس مسلحين ورفع علم السلطنه وعين نفسه سلطان رسمي. البريطانيين ما استنوش كتير، جابوا الاسطول البحري بتاعهم 5 سفن عملاقه عليها المدافع وعليها الجنود، وحصروا السواحل بتاعت زنجبار مستنيين القرار النهائي. وقتها السفير البريطاني بعت رساله للسلطان خالد، قال له اما انك تستسلم وتخرج من القصر فورا، او اما ان احنا هنعلن عليك الحرب. طب مش هنعلن الحرب دلوقتي، معاك فرصه لحد الساعه 9 الصبح، فكر. انا مش عارف انت مش عايز تجي لي القصر ليه، ما انا مستنيك. وفعلا يوم 27 اغسطس الساعه 9 ودقيقتين بالظبط بدا القصف على القصر اللي فيه السلطان خالد، والجنود اللي معاه هربوا. والبحريه بتاعت زنجبار اللي كانت بالمناسبه مركب واحد تم تدميرها بالكامل، وكل ده في اول 5 دقائق بس من الحرب. يعني احنا بدانا 9 ودقيقتين، قبل 9 و10 كنا مدغدغين الدنيا، وبعد 38 دقيقه بالظبط كان كل شيء انتهى. وكانوا بيدوروا على السلطان خالد بس هو كان هرب من الباب الخلفي. النتيجه كان انتصار ساحق لبريطانيا، وكان انهزام زنجبار، وكان في ما بين 500 شخص ما بين قتيل وجريح. خسائر بريطانيا جندي واحد بس وما ماتش، اتصاب. يعني تقدر تقول السلطان خالد طلع بيشرح ما بيموتش. الحرب دي دخلت موسوعه جينيس كاقصر حرب في التاريخ، اللي استمرت 35 دقيقه 45 ساعه الا ربع تقريبا. واكيد طبعا انت عارف ان بريطانيا بعدها عينت سلطان يكون على مزاجهم وبموافقتهم. اما السلطان خالد فعاش هربان ومستخبي لسنين طويله، بس اتقبض عليه وفضل شويه في السجن وافرجوا عنه بعديها. يعني لو قررت في يوم تبقى سلطان اي بلد اتاكد ان معاك جنود هيحموك، او على الاقل الباب الخلفي شغال.